السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا النهاردة عن ما هي أنواع الأيمان. الإجابة على هذا السؤال نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، تنقسم الأيمان إلى 3 أقسام. أولها اليمين اللغو، وهي التي لا يقصد الحالف فيها اليمين، كان يقول الحالف خلال كلامه غير القصد أو نية، لا والله بلا والله وما يشبه ذلك. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنه قالت أن أنزلت هذه الآية، وهي قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، بقول الرجل لا والله وبلا والله وكلا والله. حكم اليمين اللغو أن الحالف لا يؤاخذه الله سبحانه على هذا الحلف ولا كفار عليه. النوع الثاني من أنواع الأيمان اليمين المنعقد، وهي التي يقصدها الحالف ويتعمدها لغرض تحقيق المحلوف عليه، كان يقول الحالف والله لأفعلن هذا الشيء، أو بالله لأصومن غدا، فإذا لم يفعل ما أقسم عليه يكون حانسا وعليه كفارة يمينه. ثالثها اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار وتغرسه فيها، وهي التي يحلف الشخص فيها بالله عز وجل متعمد الكذب والخداع والغش والخيانة والظلم وهضم الحقوق، ولا كفارة لها سوى الاستغفار والتوبة ورد الحقوق لأصحابها. قد وردت في سوء لعاقبة الناطق باليمين الغموس أحاديث متعددة، منها ما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.